بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في خير وفي احسن حال ان شاء الله. النهارده هنعمل مع بعض طواجن ام علي. اللي قدامكم دي حاجة حلوة وسهلة وبسيطة وسريعة، مش بتتكلف معاكي اي حاجة ولا بتاخد معاكي اي وقت. معايا 2 باكت من دريم ام علي. طبعا الحاجة الحلوة دي بتبقى سهلة وبسيطة كده وسريعة، بتتعمل بسرعة. معايا زي ما انتوا شايفين كده 2 باكت من الدريم. النوع ده ما شاء الله جميل، بيطلع نتيجة حلوة. فضيتهم كده في القوارب بتاعتي، تقدري تعمليهم في طواجن فخار او طواجن بايركس زي ما انت شايفة. ومعايا 2 لتر من الحليب. هضيف عليهم مج كبير من السكر وهقلبهم. كل باكو بياخد لتر من الحليب او كيلو من الحليب ونص كوباية من السكر. طبعا التحلية دي حسب رغبتك وحسب ذوقك، زي ما انت بتحبي الحاجة حلوة او حاجة ما تبقاش حلوة او مسكرة قوي. وبعد كده هضيف عليهم الحليب السخن، لازم أن يكون الحليب بتاعك سخن. وهنسيبهم يتشربوا شوية وبعد كده هنزودهم بباقي الحليب تاني. خلاص كده اتشربوا. هيكون معايا شوية من المكسرات الموجودة في البيت. انا كان عندي فستق وفول ومكسرات يعني موجودة في البيت. وضفت عليهم كمان شوية من جوز الهند وشوية من الزبيب. هنضيف كده نص المكسرات بتاعتنا ونسيب النص التاني نزين بيه الوش. هنبتدي بقى نضيف كمان شوية من الزبيب بتاعنا. اي نوع مكسرات موجود عندك تقدر تستخدميه، ما تربطيش نفسك بمكسرات معينة. طبعا اي مكسرات موجودة هتقدر تستخدميه. خلاص كده دخليها، ندخلها الفرن بقى. طبعا الفرن احنا مسخنينه اول ما اشتغلنا فيها، سخنا. هندخلها الفرن، بس هنضيف عليها شوية من القشطة. قشطة بلدي او قشطة من المحلات، علب، اي حاجة موجودة عندك. انا كان عندي شوية كده من القشطة، هضيفهم كده على الوش. وبعد كده هندخلهم الفرن، هيكون الفرن بتاعي سخن، وندخلهم الفرن لغاية ما ياخدوا لون من فوق. وتطلع ما شاء الله في منتهى الجمال زي ما انتوا شايفين كده. طالعة ما شاء الله ريحتها مفحفحة وريحتها جميلة جدا، قلب البيت. حاجة حلوة وسهلة وبسيطة وسريعة، مش هتاخد منك اكتر من نص ساعة تكوني عاملة الطاجن الحلو ده. وبتتاكل سخنة، بتدفي في الشتاء اللي احنا فيه ده. يعني طبعا احنا داخلين على الشتاء وكل يوم الولاد عايزين حاجة حلوة. طالعة ما شاء الله في منتهى الجمال. زينها بشوية المكسرات اللي لسه فاضلين عندنا، وطالعة ما شاء الله. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا لي لايك. واشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.